ومش عارف ايه تاني، زي ان هي بتقدم برنامج صاحبة السعادة بقالها كذا سنة. في نفس الوقت اشرف عبد الباقي ما بيطولش كتير في تقديم البرامج، يعني بيشتغل شوية ويبطل شوية، يشتغل شوية يبطل شوية. فدي حاجة ممكن تكون الفرق ما بينه وما بين اسعاد يونس. ففيلم على جنب يا اسطى بتدور قصته حوالين سواق تاكسي وبس كده، خلصانه بشياكه. عنده شويه مشاكل في شغله وشويه مشاكل في حياته، والحياه تستمر وتطلع وتنزل. والفيلم ده شهد يعني مشاركه من آسر ياسين. آسر ياسين حاليا دلوقتي نجم كبير وعنده افلام ومسلسلات وحاجه كبيره قوي سعادتك. يعني تالت فيلم معانا هو فيلم فاصل ونعود. فيلم فاصل ونعود من بطولة كريم عبد العزيز مع محمد لطفي، والفيلم كله بتدور قصته حوالين واحد فقد الذاكرة وكان بيدور على ابنه، ومش عايزين نحرق لكم بقية الأحداث. رابع فيلم معانا النهاردة هو فيلم جامد جدا، جامد قوي، لكن ما خدش حقه. هو فيلم اسمه ياباني أصلي من بطولة أحمد عيد الشهير بالبلاك كوميدي أو الكوميديا السوداء. وكان بيشاركوا في الفيلم ده الفنان محمد ثروت